وهذه المسألة كما قال هي المسألة الأمر الكبير. من اتخذ إلها صرف له من العبادة شيئا منها فقد أشرك. ليس بالضرورة أن يعبد صنما أو وثنا، فهؤلاء ما عبدوا لا صنما ولا وثنا، وإنما طلبوا شجرة يتبركون بها ويلتمسون منها النصر. فهكذا يكون الشرك ولو علق إنسان تميمة أو خرزا أو اعتقد بجبل أو بموضع أو بقبر أو برجل ميت أو بمقام أو بعمود، أي شيء يتعلق بالإنسان يلتمس منه البركة، فهذا شرك بالله عز وجل. كثير من الناس يظن أن الشرك هو ماذا؟ هو عبادة الأصنام فقط. حتى وقع لي أني سمعت في مجلس مع رجل معروف بالانحراف وقد سمعنا عنه، فقال أنه موجود في المجلس الفلاني، فاجتمعنا على أساس أنه دعوة على العشاء، فبدأت أتكلم عن التوحيد والشرك والشرك والشرك، أذكر بعض النصوص. فلما انتهيت قال يعني عفوا ذكرت الشرك أنت شايف فينا مشرك؟ شايف أحد يعبد أصنام؟ فماذا يكون الجواب عن مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من الشرك وما كانوا مشركين، أليس كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله. في الصحيحين حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. اجتنبوا، ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهل نحن واقعون فيها حتى تقول اجتنبوا؟ انتبهتم؟ إذا قال الله لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هل بالضرورة أننا نحن واقعون في الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ لا، ولكن هذا يأمرك حتى في المستقبل لا تفعل ذلك. كن بعيد عن الشرك سواء أنت الآن واقع فيه أو في المستقبل يمكن أن تقع فيه. ولذلك أهل العلم قالوا لما قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قالوا من يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ أبو الأنبياء وإمام الحنفاء دعا الله عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وهو الذي هو الذي ماذا؟ حطم الأصنام، حطمها بيده، ويسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. ثم من قال أن الشرك فقط هو عبادة الأصنام؟ فهؤلاء مسلمة الفتح قال اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، شجرة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا؟ طلب. هذا الطلب شبهه بطلب بني إسرائيل الذين قالوا اجعل لنا إلها. فالإله هو المعبود، كل معبود يسمى إله ولو كان معبود بالباطل. الله إله وهو معبود بالحق، ومن دونه ممن يتخذ إله يسمى إله كما سماهم الله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة. أتتخذوا أصناما آلهة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه آلهة. إذن هم آلهة وإن كانت باطلة. فهذه مسألة مهمة جدا أكثر الناس لا يعقلها. لو قلت أن البلد الفلاني مليانة شرك، قال وين الشرك؟ أنت شايف شرك؟ يا سلام، 30,000 قبر يعبد من دون الله ويتمسح به ويطاف به ويزار وينذر له وتقرب له القربان، كل هذا ما هو شرك؟ إذا ما هو الشرك؟ الذي يبدو أن هؤلاء لا يعرفون الشرك أصلا. ثم نحذر من الشرك لأن الله حذرنا منه والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منه. ولذلك يقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن توقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ونحن نقول عرفت الشرك لا لنشرك لكن لنتوقاه لنجتنبه. فمن لم يعرف الشرك سيقع في الشرك.
ولذلك ليس بالكثير لو أفنيت عمرك في دراسة التوحيد وتحقيقه وفي دراسة الشرك لاجتنابه، هذا ليس بالكثير. حسبنا أن نعلم أن دخول الجنة والخلود فيها سببه ماذا؟ التوحيد واجتناب الشرك، وأن دخول النار والخلود فيها سببه عدم تحقيق التوحيد والوقوع في الشرك. هذا أعظم أمر. لذلك قال الشيخ الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. المسألة هذه عظيمة. نعم.